واش ما لاحظتوش بان شهر يونيو اللي داز كان واحد الحمله بحال كتروج للمثليين، كتلقى المقاطع تاعهم في كاع البلايص وهما كيتمشاو في الشوارع وهازين الاعلام تاعهم الملونه. من خلال واحد البحث بسيط لقيتهم انهم كيمجدوا هذا الشهر بان هذا الشهر بالنسبه لهم كانت وراءه واحد القصه اللي كبيره ديالو بصح. ولكن قبل ما نقول لكم القصه اللي وقعت لهم في هذا الشهر، واش ما رديتوش البال عاوتاني بان هاد العيمه اللي دازوا كانت بحال واحد الحمله اللي تكون كبيره كتروج للمثليين لدرجه انها تحول من ميول لديانه كامله، ديانه كيجبروا الناس على اعتناقها لدرجه انهم ولاو كيعلموا هاد الدراري الصغار في المدارس. يعني تخيل انهم كياخذوا دري صغير وكيعلموا هاد الديانه او هاد الميول من بعد ما كان في القرن الماضي جريمه يعاقب عليها القانون. ولكن امتى وقع هذا الشيء كامل؟ علاش تحول من ان المثليه تحول من ميول لديانه كامله كيجبروا الناس على اعتناقها؟ واش بصح هو بدافع حقوق الانسان ولا مورا شي حاجه اخرى؟ المهم هذا الفيديو غيكون حساس شويه، وبما ان اليوتيوب من الداعمين لهاد البلانات غنحاولوا نشفروا بعض الكلمات اللي غتبان قدامكم دابا في الشاشه. المهم قبل ما نبداو بغيتك تجيب شي حاجه تاكلها ودير لي زياد، حيت البلان اللي غنهضر عليه اليوم خصك ضروري انك تعرفوا. بلا ما نطول عليكم، معكم خوكم كمال ويلا نبداو. المهم قبل ما نبداو باش تفهموا هاد المعمعه كامل علاش دايره، بغيت نعطيكم واحد النظريه. واش عارف بانه باش ما زاد عدد البشر في الارض باش ما قل الدخل الفردي، وباش ما قل عدد البشر في الارض باش ما زاد الدخل الفردي. وغنعطيك مثال باش تفهم كلشي. نفترضوا اننا عندنا 10 ديال التفاحات و10 ديال الاشخاص، الا بغينا نقسموا هاد 10 تفاحات على هاد 10 الاشخاص كل شخص تجي تفاحه، ونعاود نديروا عاوتاني هاد العمليه البسيطه. عندنا 10 تفاحات وفي الجهه المقابله عندنا شخص واحد، فهاد الشخص غياخذ هاد 10 تفاحات كاملين، فهذاك الشخص غيكون عنده التفاح بزاف. وهذا القانون نيت كيطبق على البشريه في العالم كامل. فهذا العالم كما كنعرفوا راه عنده ثروات، وهاد الثروات كتقسم على عدد السكان في العالم. والبلان الثاني هو ان دوك اللي حاكمين العالم دابا هما عباد ديال الاموال، همهم الوحيد هو الفلوس، ياخذوا الفلوس باي طريقه كما كانت، واخا على حساب اشخاص اخرين ما عندهم حتى ذنب. تجار موسخين واخدين البلايص ديال السياسيين. في اعتقادي الشخصي انه الا كان الاسلام كيخدمهم كانوا اعترقوا كاملين، ولكن الاسلام في الاصل حرم علينا الربا والرشوه واكل اموال الناس بالباطل، وهذا الشيء ماشي في المصالح تاعهم. داكشي علاش كتلقاهم ديما كيحاربوا الاسلام، حيت هاد البلانات اللي قد لكم حرمها الاسلام الاقتصاد ديال بلادهم قايم عليها. والبلان الثالث هو اننا غنهضروا على واحد المرض اللي انتشر ديال بصح في هذه الاونه الاخيره، وهو مرض الايدز. وهذا المرض المسبب الرئيسي ليه هما الملونين. داكشي علاش كتلقى اغلبيه الناس اللي مرض بهذا المرض مثليين جنسيا. والدراسه الاخرى كتقول ان اغلبيه البيدو هما الملونين، وعطاو دراسه ان نسبه 80% في العالم من البيدو هما الملونين. دابا من بعد ما عرفنا هاد البلانات كاملين، عرفنا هاد المخاطر اللي كيجريو مورا الملونين، علاش معظم الدول في العالم دابا كيحاربوا لاجلهم لدرجه انهم كيعلموا هاد الخزعبلات في المدارس ديالهم. وباش نفهموا علاش كيروجوا هاد البلانات اجي نرجعوا للعصر القديم. كلنا كنعرفوا بان العالم كان كيعاني من الحروب في العصور القديمه، يعني دوله كتحارب مع دوله بدوافع مختلفه، واغلب هاد الدوافع كيكون هو الاستيلاء على الثروات ديال هذيك البلاد المستعمره، عكس المسلمين اللي كانت الحروب تاعهم في سبيل الله فقط. وبالتالي اصحاب ديك المنطقه اسلموا سلموا من الحروب وبقاو عندهم الثروات تاعهم والديار تاعهم. وفي ذاك العصر العالم عمرو وصل لمرحله السلام اللي كنعيشوها دابا، كان ديما الحرب بين الحق والباطل. وهذا البلان في الاصل راه هو رحمه لينا. باش نفهموا فين هي الرحمه في هذه الهضره اجي نرجعوا شويه للور. قبل ما يوصل العالم السلام اللي كنعيشوه دابا، كانت فكره الزواج والانجاب فكره ايجابيه ديال بصح، لدرجه انه حبوب منع الحمل كانت مجرمه في ديك الوقيته، وما كان حتى عمليه استئصال الرحم مقارنه بدابا اللي كيوزعوا هادشي في ابور. فهاد البلان اللي كان في ديك الوقيته مقارنه بهاد الوقيته كاين واحد التناقض. فراه دابا ولات فكره التزاوج والانجاب واحد الفكره اللي سيئه ديال بصح، ولاو كيشوهوا هاد الفكره لدرجه انه في ذاك الزمان كان تعدد الزوجه شي حاجه اللي عاديه. وهاد البلدان اللي كانوا كيعتبروها هادشي عادي في ديك الوقيته ولاو كيعتبروها هادشي جريمه دابا، لدرجه انه لو بغيتي تاخذ مرة في الحرام ماشي مشكل عادي بالنسبه لهم. ودابا اكيد انك فهمت علاش بغيت نوصلكم وعلاش كيشوهوا فكره الزواج. حيت كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، كلما زاد عدد البشريه في الارض كلما قل نسبه دخل الفرد. يعني انت كغني اللي زاد عدد البشر في الارض ما عندك الا تخرج داكشي اللي في جيبك وتعطيه لهم. ودابا اجي نرجعوا لعام 1859 ميلادي. في هذا العام بالضبط داروين نشر اول كتاب ليه. هذا الكتاب كان منكر بوجود الله وبان الانسان وصل لهذه الحاله من خلال انه تحول من قرد
الانسان، وكثروا الملاحده في ديك اللحظه من خلال هذا الكتاب. المهم الفكره العامه ديال هذا الكتاب ان البشر كانوا قرود في الاصل، وهذا الكتاب نيت كان عيد بالنسبه للعلمانيين لدرجه انه ردوه كتاب ديني. فهاد الملاحده كانوا كيعانوا من نظام الكنيسه والدخل ديالها في المجتمع، وفي ديك الوقيته ما كانش عندهم شي اعتقاد اللي حارب الاعتقاد ديال الكنيسه، فلقاو هذا الكتاب نيت فرصه وردوا هذا الكتاب ديالنا وبداو كيحاربوا به الكنيسه، وبالفعل تبعوهم بزاف ديال الناس في ديك الوقيته. ومن بعد في ديك الوقيته انتشرت واحد الفكره اللي غريبه في المجتمع واللي معروفه على الملحدين، واللي هما انهم كياخذوا حياتهم. وهذا الالحاد بدا كينتشر في العالم حتى بدات الحرب العالميه الاولى. فاش بدات الحرب العالميه الاولى بدا الدمار والروينه في الحرب، كوكب الارض ولا مجزره لعباد الله، وبزاف ديال الناس توفوا في ديك الحرب، وبزاف ديال العيالات فقدوا الرجال ديالهم. فمن بعد ما دامت هذه الحرب 4 ديال السنين وسالات، مدى 26 سنه وبدات الحرب العالميه الثانيه اللي دامت 6 ديال السنين، وبداو الناس عاوتاني يتقتلوا فيها، وبدات الامور كتسوء اكثر من المره الماضيه لدرجه ان عدد البشر في الارض قل حتى ولا 2 المليار ديال النسمه. وهاد 2 المليار كانت الاغلبيه ديالهم النساء. يعني تخيل معايا ان المراه في ديك الوقيته كانت كتبقى بايعه حياتها كامله، وان الرجال كانوا كيديروا التعدد. من بعد ما صارت الحرب العالميه الثانيه السلام مازال ما استقر في العالم، فراه من بعد واحد المده بداو الحروب الاهليه في العالم كامل، لدرجه ان الحروب الاهليه امتدت لحوالي 170 دوله في العالم. تخيل معايا 170 دوله فيها الحرب، من بين هاد الدول كانت فلسطين والعراق. خوتنا فلسطين الله يفرج عليهم يا ربي. اللي بغيت نوصل لك من هذا الشيء كامل هو ان الملونين ما كانوش كيبانوا في ديك الوقيته كاع نهائيا، وبان هاد البنات كانوا مجرمين في ديك الوقيته وكان كيعاقب عليهم القانون. ولكن هذا الشيء كامل غيتبدل في يونيو 1969، شهر يونيو اللي قلت لك كيحتفلوا به في الاول ديال الفيديو. الملونين كانوا كيديروا واحد المجمع بيناتهم في واحد البار في امريكا، كانوا كيديروا الرذائل بيناتهم في ذاك البار، امورهم تمام حتى واحد ما سيق لهم الخبار. حتى لواحد النهار وفي 3 ديال الليل الشرطه كتداهم المكان، وناضت تما مشادات بين الملونين والشرطه، وتقتل بزاف ديال الملونين وتعتقل بزاف منهم. وهنا بحال قلتي ناض انتفاضه مع الصنف من البشر، وخرجوا للعلن وبداو كيديروا مظاهرات. فهنا امريكا ما كان قدامها حتى خيار من غير انهم يديروا استبيان يسولوا فيه الشعب واش الملونين خطر على ولادهم ولا لا. وفاش داروا الاستبيان النتيجه كانت متوقعه، 70% من الناس جرموا هذا البلان وقالوا بان هاد الملونين خطر على اولادهم. المهم المظاهرات ديال هاد الملونين استمرت لمده 10 ديال السنين، 10 ديال السنين، وفي كل شهر من شهر يونيو كيديروا مظاهرات كيرونوا فيها البلاد حتى العام 1978 ميلادي. في هذا العام بالضبط استخدموا رايه خاصه بهم، وهي الرايه اللي كتدل على قوس قزح، وبداو كيحتفلوا بشهر سموه شهر الفخر، وهو شهر يونيو اللي قلت لك ناض فيه صداع بين البوليس وبين الملونين في ذاك البار. المهم بقات الامور على هذا المنوال حتى العام 1980 اللي كان في الرئاسه الحزب الديمقراطي، وهنا الملونين لقاو راحتهم ديالو الصح ولاو كيروجوا الافكار ديالهم المريضه. والحزب الديمقراطي هنا حيد التجريم على المثليه ورد شي حاجه اللي عاديه كاي ممارسه اخرى. وديك الوقيته كان حروب ودمار في العالم كامل حتى العام 1981 اللي نض فيه الامم المتحده اللي قررت فيه وقف اطلاق النار في العالم كامل، وحبسوا الحروب وسناو على اتفاقيه السلام الا في فلسطين والعراق. المهم هذا عقد السلام كان كيبان لهم في الاول بانه صالحهم، ولكن مع الوقت بان انه ضدهم وماشي في الصالح ديالهم. فراه عدد البشريه من بعد ما كان 2 المليار من بعد الحرب العالميه الاولى وصل ليومنا هذا ل 8 ديال المليار. وهذا الشيء كينطبق على المثال اللي وريتك في الاول ديال الفيديو، يعني باش ما كثر عدد البشريه باش ما الفلوس كيتفرقوا على هذا بنادم. وبما ان الدول ما كيهمهم الا جيوبهم قرروا انهم يديروا خطه باش يحبسوا تكاثر البشريه بطريقه سلميه، يعني بلا حروب حتى حاجه، داكشي بالدماغ. وبدا في هذه الوقيته كينتشروا الحبوب ديال الموانع الحمل واستئصال الرحم، لدرجه ان عمليه استئصال الرحم في ديك الوقيته وصلت ل 3 ديال المليون عمليه، وما وقفاش عند هذا الحد بل تم السماح بالاجهاض. وبدات النسويه عاوتاني كتبان من جديد، وبداو كيشوهوا الصوره ديال العائله، وبداو كيروجوا للعلاقات المحرمه. وبما ان الشريك كيصب في الصالح تاعهم سمحوا به في ديك الوقيته، وخرجوا بعباره صريحه كيقولوا بانهم غيسمحوا بالتزاوج بين المثليين في عهد اوباما. ودابا اجي نشوفوا الاعراض ديال هذا الشيء. تخيلوا معايا انه 40 مليون واحد مات بمرض الايدز. مرض الايدز اللي السبب تاعو الاول هو الملونين. واش عرفتوا دابا علاش كيروجوا ليها في السوشيال ميديا ولاو كيدعموهم بشكل صريح، بل انهم ولاو كيعلموهم في المدارس، لدرجه انه في سنه 2023 في واحد الاحصائيه توفى منهم 630 ألف في عام واحد. تخيل معايا. المهم الاخر لقاو الحل لتكاثر البشريه، وهاد الملونين وهذا الشيء كامل كيصب لصالحهم، او بالاحرى كيصب في جيوبهم. وفي الاخر ما نقول الا الله يعافينا من شر الفتن. وتذكروا دائما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اني قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، كتاب الله وسنه رسوله. كان معكم خوكم كمال، وهذا كان الفيديو ديال اليوم. نتمنى تنشر الفيديو في كاع البلايص باش تفهموا الحقيقه ديال هاد خوتنا. الا عجبك البرنامج ما تنساش دعمنا بواحد اللايك وخلي كومونتير زوين، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.